وعايز اقول حاجه بس صغيره. يعني اتمنى ان ما اكونش قلت حاجه زعلت حد، لكن والله العظيم بتكلم بكل صراحه وبكل امانه، وهحاول على قد ما اقدر، زي ما قلت لك انا ما اطلعش في برامج تاني اصلا ولا اتكلم. من بعد حلقه ابراهيم فايق مع قفشه والدنيا مقلوبه في النادي الاهلي، الناس عماله تقول لك بقى هو اتوقف بس، لا اتغرب ماليا بس، لا والله كولر هيستبعده الفتره اللي جايه، لا كولر ما رضوش ينزلوا التدريب، لا زمايله اتخانقوا معاه في اوضه اللبس، محدش فاهم حاجه. ده طبعا بسبب تصريحاته والهرتله اللي هرتلها على الهوا. منعم ولا مغرور ولا ثقه ولا الكلام ده كله، ولا مغرور ولا بيتعولى على الكوره ولا الكلام ده كله. لا شويه على كهربا. انت لعيب كوره، خليك في شغلك، خليك لعيب كوره، خليك في تمرينك، خلاص ابو عمو، فاهم؟ كده لا شويه على اكرم توفيق وعلى جائزه مان اوف ذا ماتش اللي خدها في نهائي افريقيا. وياخدوا اللعيب اللي بيقول ويتاكلينج ويلزق في الحيطه ويضرب. هو بعد العك ده كله من الاخر النادي الاهلي غرامه غرامه ماليه، وفي ناس قالت انها وصلت لحد مليون جنيه، وكمان في كلام ان كولر مستأمن اللاعب جدا والفتره اللي جايه من الاخر هيركن.